منى يوسف، منسقية مؤتمر ستار في روجافا. يعني إذا بدنا نقيم الوضع السياسي والتطورات اللي عم تصير على الساحة في المنطقة، يعني بعد 10 سنوات من عمر الأزمة السورية ولليوم عم نشوف ما في أي طرف من الأطراف المشاركة بالأزمة السورية، سواء إذا كانت أطراف إقليمية، أطراف عالمية، وحتى القوى الموجودة ضمن الجغرافية السورية، كلها ما عم تصل إلى حل واقعي وحل أكيد للأزمة السورية. طبعا هذا في كتير أسباب لحتى ما قدرت هالأطراف المشاركة بالأزمة السورية حتى ما تحل الأزمة السورية. طبعا التطورات اللي عم تصير على الساحة السورية اليوم، هالتصعيد الكبير ولأول مرة بين روسيا وتركيا على موضوع إدلب، يعني هن شايفين أنه حل موضوع إدلب هو بنظرهم راح يصير حل الأزمة السورية. طبعا مو بهذا الشكل. يعني كل الأطراف اللي شاركت بالأزمة السورية يعني لسه ما وصلت لنقاط تحدد فيها كل وحدة مصالحها، ما قدرت تصل لمصالحها الاقتصادية، مصالحها السياسية، مصالحها الاجتماعية اللي كانت دخلت بسببها ضمن الأزمة السورية. طبعا هو خلق النزاعات والصراعات الموجودة ضمن سوريا من الأطراف المشاركة بالأزمة، هذا هو محور الحديث. يعني الأطراف اللي شاركت بهالأزمة ما قدرت تصل لمصالحها، كل طرف من الأطراف اللي شارك بالأزمة ما قدر يصل لمصالحه، لهيك نشوف 10 سنوات ما زالت الأزمة مستمرة، وهالأطراف ما زالت يعني سياستها هي إطالة الأزمة السورية لحتى ما تقدر تصل لمصالحها المنشودة اللي هو كان سبب وجودها بهاي الأزمة. لهذا الشيء نحن نشوف التصعيدات اليوم عم تزداد، خاصة على إدلب. إدلب هي حجة لإطالة الأزمة السورية يعني، وما في بهداك الشكل يعني إعلاميا التصاعد بين تركيا وروسيا صار على مستوى عالي، لكن داخليا يعني هالأزمة هاي هي مؤقتة يعني. أما يعني المصالح الروسية التركية يعني اللي كانت بيناتهم يعني مو على هالمستوى التصعيد اللي عم يطالعوه، ودليل على هذا الحديث انه صفقة الاس 400 ما انتهت بين روسيا وتركيا. يعني ما في موقف اقليمي، ما في موقف عالمي ثابت من أي طرف من الأطراف اللي شاركت بالأزمة. اليوم نشوف صديق اليوم ممكن يصير عدو بكرة. يعني كل طرف من الأطراف اللي شاركت كان بدها تصل لهدفها ولمصلحتها ضمن المنطقة. لهذا نشوف دائما التصعيد يزيد، لهذا السبب دائما نشوف النزاعات عم تكبر أكثر، إطالة الأزمة السورية لحتى ما يصلوا لمصالحهم، والخاسر الوحيد هو طبعا الشعب. يعني هلا الشعب بإدلب، تهجير الشعب، تغيير الديموغرافي اللي صار بسريكانية، التغيير الديموغرافي اللي صار بعفرين، كله يخدم هاي الأطراف. ونشوف الدور الإيراني دور مخفي، أما هي إلى دور كبير كمان هي طرف من الأطراف الإقليمية اللي دائما كانت تسعى وراء إطالة الأزمة السورية. الطرف الوحيد اللي كان عنده مشروع للحل هو الإدارة الذاتية. وطبعا هالخلافات اللي بين الإدارة الذاتية يعني نحن إيش قد ما حاولنا نتقرب من النظام، نشوف إنه النظام دائما ما عم يرضى بمشروعنا، ما عم يرضى بالنقاط العريضة اللي نحن حطيناها. نحن حاولنا نقطتين دائما نحن انه ما نقدر نتخلى عنهم، مثل ما قال عنهم الجنرال مظلوم عبدي. يعني الإدارة الذاتية، الاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية، الاعتراف بقواتنا العسكرية، وهذا من حقنا بعد ما حطينا أكثر من 13,000 شهيد بالمنطقة وحاربنا داعش، ونحن القوة الوحيدة اللي حاربت الإرهاب. اليوم نشوف يعني الطرف التركي شلون الجيش الوطني السوري انه كلهم طلعوا دواعش، اغلبهم هن داعشيين بالاصل. اليوم في مشروع من تركيا ومشروع من روسيا ايضا حتى بمشاركة النظام لتصفية الجيش الوطني السوري الموجود ضمن المنطقة، لانه الاجندات اللي كانت تريد تصل الى هاي الاطراف خلصت يعني بالعامية مثل ما نقول خلصت شغلها بالجيش الحر. هذا السبب هو اللي عم يبعثون لليبيا، عم يبعثون لمكانات ثانية لاجل تصفية هاي الجماعات اللي تسمي حالها الجيش الوطني الحر.
يعني بالنهاية يعني إذا بدها كان الأطراف العالمية والإقليمية المشاركة بالأزمة السورية إذا كانت وصلت لمصالحها راح تنهي الأزمة السورية، لأنها مو واصلة لمصالحها. لهذا الشيء نحن نشوف هالتصعيد هالأزمات، نشوف بالجغرافيا السورية عم يزيدوا الأزمات وتتصدر هاي الأزمة للمناطق الثانية، مثلا ليبيا، مثلا تونس، كل المناطق هي كلها ذاتا مشكلة واحدة، يعني كلها مرتبطة بالأزمة السورية.